السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أي حاجة بطلب منكم إن شاء الله إن أنتوا تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النهاردة هنتكلم على النادي الأهلي. وطبعا قبل أي حاجة ببارك طبعا فريق طلائع الجيش، وحاجات تانية طبعا بقول للكريم فؤاد ألف مليون سلامة، وإن شاء الله تقوم بالسلامة وترجع أحسن من الأول. طبعا إحنا لو جينا النهاردة للماتش، الأهلي ما جاش الماتش ولا جهاز فني جه الماتش. طلائع الجيش بأقل الإمكانيات بيكسب الأهلي. طبعا يعني إحنا النهاردة أحلى ما في الموضوع أو في الماتش هو الجمهور. الجمهور بقول له ألف مليون شكر على اللي أنت عملته النهاردة في الماتش، هو أحسن حاجة في الماتش. لكن أنا قبل كده الفيديو قلت احنا بنطلب من اللعيبه تبقى رجاله وكلهم على قلب راجل واحد، وعايزين 11 راجل في الملعب. النهارده بصراحه تلاقينا فرقه الاهلي فرقه مهلهله. يسترب النهارده الكيرف بتاعه عمال ينزل 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 ينزل، يعني سبحان الله. السنه اللي فاتت كان معانا طبعا عماد النحاس. مش عارف ايه اللي حصل ليستروب كده، الكيرف بتاعه بينزل مره واحده. نزل مره واحده بعد ما كان جاي وقلنا يعني مشروع كويس للنادي الاهلي. النهارده بصراحه اثبت ان النادي الاهلي النهارده لا لعيبه ولا جهاز فني ولا اي حاجه. يعني انا النهارده ما شفتش واحد معلم، يعني ايه يتعلم عليه كده اقول اللعيب ده راجل. طبعا باستثناء تريزيجيه. يعني احنا لو عندنا 11 لاعب في النادي الاهلي زي تريزيجيه كان الاهلي هيبقى في حته تانية خالص. وعندنا برضو لو كده هيبقى في منتخب مصر في حته تانية خالص.